صباح الخير ومساء يا جدعان، وفيديو جديد من كتاب أليكس فيركسون. في الأوقات الصعبة الأندية الكبيرة بس هي اللي بتقدر ترجع تاني للفوز. يمكن أنا كنت محظوظ شوية لأني جيت لليونايتد في فترة صعبة في تاريخهم، ما كسبوش ولا بطولة دوري من 19 سنة، والناس كانت بدأت ثقافة إنهم يتوقعوا القليل. اليونايتد كان اتحول لفريق كاس، والمشجعين كانوا بيستنوا من الفريق انه يقدم مستوى كويس في الكاس اكتر من الدوري. امانيهم كانت محدودة. المدربين اللي كانوا قبلي كانوا حقيقي ناس ناجحين، لكن في سنينهم ما كانش فيه اي تمسك بالدوري. نفس الكلام ده ينطبق على ليفربول في ال6 سنين اللي كان اليونايتد فيها متصدر العرش من 1993، لكني دايما كنت بحس بوجودهم. لما هيوصل نادي عنده تاريخ شبه ليفربول وبنفس التقاليد العظيمة انه يحقق الثلاثية زي ما عملوا في 2001، وقتها لازم هتحس بهزة او هتبدأ تتفزع سيكا. كل اللي كنت بفكر فيه وقتها ان لا 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 الا دول، اي حد تاني فوق ماشي لكن دول لا. مع خلفيتهم الكبيرة في اللعبة والتراث التاريخي بتاعهم والمشجعين المتعصبين وملعبهم، ليفربول كان خصم عنيد حتى في مواسمهم المتواضعة. كنت بحب وبحترم جدا جيرارد أوليه الفرنسي اللي بقى المدرب الوحيد للليفر بعد ما انتهت شراكته في التدريب مع روي ايفنز، وده كان قرار من الإدارة. ستيفن جيرارد كان وقتها لاعب وسط جدا قوي، وكان عندهم هدافين جمال زي مايكل اوين وروبي فاولر. التعامل مع الليفر في الفترة دي كان حاد شوية. كانوا الطاقم التدريبي للفريق يجوا كلهم لمكتبي ويهددوني بعد الماتش. كنا بنعمل نفس الحركة دي معاهم في أنفيلد، يروح طاقم التدريب بتاعنا ونعمل نفس الشيء. لكن طاقم تدريب ليفربول كانوا متخصصين أكتر في الموضوع ده، لكني كنت بتعلم بسرعة. ايا كانت نتيجة الماتش ايه، فوز او خسارة او حتى تعادل، كان لازم هيحصل شد بين طاقم التدريب للفرقتين، وده كان بسبب التفرقة الكبيرة بين المدينتين والتنافس الكبير اللي بيننا في الملعب او بره. بقينا لازم نحافظ على كرامتنا، وده الاكتر اهمية من النتيجة. النتيجة مهمة طبعا، لكن الاهم اننا نخفي اي نقطة ضعف قصادهم. والليفر كانوا مهتمين بكل ده زينا بالظبط ويمكن اكتر. جيرارد كان مدرب متدرب في ليفربول، وقت دراسته في الجامعة كان متابع النادي من منظور أكاديمي أكتر، كان فاهم تقاليد النادي وروحه، وهو كان راجل ذكي وكويس الصراحة. في يوم لما نقلوه للمستشفى بسبب سكتة قلبية، قلت له انت ليه مش بتتقاعد؟ مش هقدر اعمل ده، انا بحب شغلي. ده كان رده، وهو كان راجل طيب وبيحب الكورة، ومشاكل قلبه ما خلصتوش من ادمانه. التوقعات دايما هتضغط على مدربين ليفربول، واعتقد الضغط ده هو اللي دمر كيني داجليش في الاخر. الانتقال السريع فشخ من اللاعب المبدع في الملعب لدكة التدريب، وكيني ما كانش لسه عنده الخلفية التدريبية الكفاية. اعتقد ما كانتش اذكى حركة ممكنة وقتها. نفس التفاوت ده اللي اضعف جون جريك في رينجرز. يمكن هو افضل لاعب لرينجرز في التاريخ، لكنه مسك فريق متفكك تماما وما كانش قادر ابدا يصلحه. اللعب في الهجوم وبعدها هتبقى المدرب في اليوم اللي بعده، اعتقد الموضوع كان صعب قوي على كيني. انا فاكر لما جالي في معسكر اسكتلندا وسألني عن نصيحتي ليه في وظيفة التدريب، بعدين عرفت انه كان بيتكلم عن تدريب ليفربول. سألته اول حاجة هل النادي كويس؟ رد بآه كويس. قلت له تمام، لو تاريخ النادي كويس وحالته المادية مستقرة ورئيس النادي فاهم كورة، وارد تلاقي فرص النجاح. لكن لو ما لقيتش اي حاجتين من دول، فانت هتواجه مهمة صعبة جدا. من غير الخبرة الكبيرة اللي اخدتها من تجربتي في ابردين، كنت مش هبقى مؤهل علشان ادرب مانشستر يونايتد. بدأت في ايست ستيلينج من غير ولا قرش واحد، لكني استمتعت بده، وكانوا 11 او 12 لاعب بس. بعدها رحت سانت مارين ومشيت 17 لاعب في اول موسم ليا، لانهم ما كانوش كويسين كفاية، والنادي كان عنده 35 لاعب. قبل ما ابدأ واحرك سيفي كنت بعمل كل حاجة بنفسي، ودي كانت التجربة الحقيقية اللي خدت فيها كل الخبرة. لما بدأ جيرارد يجيب لعيبة أجانب كتير، افتكرت ان موسم الثلاثية كان دليل على ان السياسة هتقدر ترجع النادي ده تاني لعظمته. كان عنده لعيبة كويسين يقدر يبني عليهم الفريق، زي فلاديمير سميتشر وسامي هوبيا وديدي هامان، كانوا أساس قوي. اي فريق يحقق الثلاثية لازم تاخد الموضوع معاه بجد، بعيدا عن التهاون او الهزار. انت ممكن تقول والله هم كانوا محظوظين في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي قصاد ارسنال،
لان فريق فينجر دمرهم في الماتش قبل ما يسجل مايكل اوين جول الفوز، وكان الجول التاني ليه في الماتش. لكن زي ما بقول لكم الاشخاص ما كانتش بتقلقني قد الاسم نفسه، ليفربول التاريخ. وكنت عارف ان لو الموضوع اتطور معاهم او استمر اكتر من كده فهم هيبقوا اكبر عدو لينا مرة تانية، اكبر حتى من ارسنال وتشيلسي. لكن الموسم اللي بعده خلصوه في المركز الثاني، وبعدها مستواهم بدأ يهبط بشكل ملحوظ لحد المركز الخامس، حتى بعد ما جابوا لعيبة زي الحاج ديوف وسليف دياو وبرونو تشيرو، واللي كان في اكتر من نادي كبير مهتم بيهم. احنا نفسنا كنا مهتمين بتشيرو لما كان في ليل، ما كانش سريع لكن كان عنده رجل شمال عظيمة، كان شاب قوي لكنه ما كانش سريع كفاية زي ما بقول لكم. ديوف كان مقدم كاس عالم كويس قوي مع السنغال وقدر يعمل اسم لنفسه، لكني دايما كنت ببقى حذر من التعاقد مع اللعيبة بعد اداء كويس في بطولة واحدة او بطولة مجمعة، لاني ببساطة وقعت في الفخ ده قبل كده لما جبنا يوردي كرويف وكارل بوبروسكي، هما الاتنين كانوا مقدمين مستوى ممتاز قبل ما نجيبهم. لكن اوقات الهايب او الحماس اللي بيبقى حوالين كاس العالم بيشجع اللعيبة اكتر، لكن بعدها هتقدر تشوف الفرق الكبير في المستوى. اما بالنسبة لضيوف كان عنده موهبة، لكن موهبته كانت محتاجة تتراعى كويس، كان كأنه شوكة في جسمك وده ما كانش احساس كويس طبعا. كان تافه في الملعب نوعا ما لكنه كان تنافسي وقوي. انه يروح لنادي زي ليفربول ما كانش مناسب مع شخصيته المتمردة، لانه واجه صعوبة كبيرة في الالتزام والانضباط اللي هيحتاجه طبعا علشان ينجح. اكتشف جيرارد ده بعد ماتشات عنيفة كتير هتلعبها مع ارسنال وتشيلسي، فانت هتحتاج لعيبة يكون مزاجهم رايق وشخصيتهم قوية وثابتة. ضيوف كان متقلب المزاج. تشيرو ما نجحش اصلا بقى، ما كانش عنده السرعة المناسبة علشان يلعب في البريمير ليج. قبل ما يتحسن الليفر تحت قيادة اوليه، ليفربول كانوا بيعانوا من نفس المشكلة اللي عانى منها مانشستر يونايتد قبل سنين. كانوا بيشتروا لعيبة بلا هدف وبلا رؤية واضحة. لو بصينا للمان يونايتد في نص السبعينات لحد نص الثمانينات هتلاقي اننا كنا بنشتري لعيبة زي جاري بيلترز وارثر جراهام من ليدز يونايتد، بيتر دافنبورت وتيري جيبسون. كان في تهور ويأس في الصفقات، اي حد هيسجل على اليونايتد هيروحوا يتعاقد معاه. ليفربول بقى عملوا نفس الشيء، لعيبة كتير ورا بعض جم وما كانوش من نفس نوعية لعيبة الليفر. كولي مور، فيل باب، نيل رودوك ومارك رايت. جيرارد جاب لعيبة كتير قوي الانفيلد. لكن تحت قيادة بينيتز الموضوع كان مختلف. انا فاكر مرة لقيت تشكيلة وحسيت انها اكتر تشكيلة غير متوقعة قابلتها في حياتي. في ماتش قصادنا نزل بخافير ماسكيرانو في نص الملعب واربع مدافعين كالعادة، لكن ستيفن جيرارد لعب جناح شمال والبرتو في الهجوم. وفي نص الماتش خرج دريك ولعب ببراين بابل في شمال الملعب وحرك جيرارد لليمين. لعب بالثلاثة دول في خط النص، لكن بابل كجناح شمال ما قربش ناحية خط التماس ولا مرة واحدة حتى. مش عارف ايه كانت توجهاته، لكني كنت فاكر اني قلت وقتها جميل قوي الكلام ده علشان يلاقي جاري نيفل على الشمال. قلت لسكولزي حذر جاري وسيبه يركز، لكن ليفربول لعبوا من غير ما يوسعوا الملعب ابدا. بيتقال ان بينيتس جه مرة لتدريباتنا كزائر مع ستيف ماكلارين، لكني مش فاكر خالص اني قابلته. كنا بنستقبل كتير من الزوار ومن اماكن مختلفة وكان صعب انك تقابلهم كلهم. كنا بنستقبل ناس من الصين ومالطا وتقريبا 3 أو 4 دول اسكندنافية تانية. كان بيبقى كمان في حضور من لعيبة رياضات تانية، فريق استراليا للكراكت، لعيبة كرة سلة مايكل جونسون، بوليت جونسون، واللي كان عنده برنامج تدريب في تكساس واللي فاجئني بمعلوماته. بعد ما وصل بينيتز لتدريب الريدز بفترة بسيطة حضرت ماتش ليفربول وعزمني هو ومراته على كاس من النبيذ، ولحد اللحظة دي كل حاجة بينا كانت كويسة. لكن بعدها علاقتنا باظت، والغلطة اللي عملها انه حول عداوتنا في الملعب لموضوع شخصي. في اللحظة اللي هتشخصن فيها الامور بعدها كل حاجة هتبوظ اكتر. بالنسبة لي قشطة، انا محقق نجاحاتي وبينيتز هو اللي كان عايز يحقق البطولات وقت عداوته معايا، ما كانتش حركة حكيمة. في اليوم اللي اتكلم فيه عن قائمة الحقائق المشهورة وعن تأثيري على الحكام جالنا خبر ان ليفربول هيخلي صحفي يسأل بينيتز سؤال معين علشان بعدها بينيتز يبدأ بالهجوم عليا. وده مش غريب في الكورة، خلي بالك.
كانوا بيقولوا اني بعمل كده اصلا. مكتب الصحافة الخاص بينا حذروني، سير اعتقد ان بينيتز هيقول تصريح يهاجمك فيه النهارده. سألتهم عن ايه، لكنهم ما كانوش عارفين بالظبط، وقال لي هو ده اللي اتقال لنا. بعدها طلع بينيتز فعلا بنضارته وخرج ورقة الحقايق دي زي ما سماها يعني. لكن المضحك بقى ان كلها كانت غلط. اولا قال اني بخوف الحكام والاتحاد الانجليزي بيخاف مني على حسب كلام رافا يعني، وده رغم اني كنت لسه بالع غرامة ب10,000 استرليني من الاتحاد الانجليزي قبل اسبوعين من كلامه ده. بعدها قال اني ما كنتش بدعم حملة الريسبكت، حملة بدأت في الموسم ده، لكن رافا كان بيتكلم عن انتقادي لمارتن اتكنسون في ماتش الكاس، وده كان الموسم اللي فات اصلا، يعني قبل ما الحملة تطلع وقبل ما القوانين الجديدة تتحط. ادي اول نقطتين هو كان غلطان فيهم. طبعا الكلام ده عجب الاعلام قوي رغم ان الكلام مش صح، لكنهم كانوا مستنيين حد فينا يبدأ الحرب، وطبعا مستنيني انا بقى ارد بصاروخ. لكن في الحقيقة كل اللي قلته في ردي هو ان رافا من الواضح انه حاسس بمرارة او متضايق من حاجة مش قادر افهمه الصراحة، وده كان رد مني معناه ببساطة بص انت راجل تافه، ما ينفعش ابدا تخلي الموضوع شخصي. دي كانت المرة الاولى، وبعدها كل الهجوم كان بيجي منه وكان بنفس الاسلوب، مشخصن الامور بطريقة رهيبة. كان نفسي اقول له مان تشيل. اعتقد انه كان متضايق لما قلت ليفربول يا هيقدر يجاري سباق الدوري يا اما هينهاروا تحت الضغط. لو انا كنت مدرب لليفربول وقتها كنت هعتبر الملاحظة دي مدح، لكن بدل ده بينيتز خدها كإهانة، بصلها من ناحية ان بقى مدرب مانشستر يونايتد بدأ يتكلم عن ليفربول علشان يقلقنا او يوترنا. كان بيتقال عن بينيتز انه مهووس بالتحكيم، وده كان حقيقي لدرجة انه ما كانش منطقي، ما كانش بيبين اي رغبة في انه يبني صداقات مع المدربين التانيين. ودي سياسة خطيرة لان في كتير من المدربين للأندية الأصغر اللي هيحبوا يقعدوا معاه ويتعلموا منه. اللي مش منطقي بقى واللي هيجنني ان بينيتز كان دايما بيشتكي من قلة الفلوس اللي بيصرفها، مع اننا لو بصينا لاجمالي الصرف هنلاقي انه صارف اكتر مني بكتير. كنت بستغرب لما يروح المؤتمرات الصحفية ويقول انه ما عندوش فلوس يصرفها، في حين ان الادارة قدموا له فلوس كتير جدا، لكن مستوى اللعيبة اللي جابهم هم اللي تسببوا في خيبة امله. لو حطينا توريس ورينا على جنب يعني، قليل قوي من اللعيبة اللي جابهم اللي كانوا يليقوا بمستوى ليفربول، وكان في وسطهم برضو لعيبة كويسة زي ماسكيرانو، لكنهم زي ما بقولك ما كانوش يليقوا بمستوى ليفربول، كانوا لعيبة عادية. بينيتز قدر يخطف صفقتين كويسين قوي في الميركاتو، بيبرينا الحارس وطبعا فرناندو توريس. توريس كان شاب صغير وموهوب جدا، شفناه كتير وحاولنا نتعاقد معاه لما كان سنه 16 سنة. بينا اهتمامنا بيه قبل سنتين من انتقاله لليفربول، لكن حسينا ان كل اتصالاتنا بيه كانت دايما بتنتهي بشيء واحد، وهو عقد افضل مع اتلتيكو مدريد. شفناه كتير في بطولات الشباب وكنا معجبين بيه دايما، لكنه كان اساسي مع اتلتيكو مدريد، علشان كده كنت مندهش جدا لما عرفت ان ليفربول قدروا يجيبوه. اعتقد علاقات بينيتز الاسبانية اكيد ساعدته. توريس كان ذكي فشخ، داهية، كان بيفكرني بميكيافيلي، كان عنده لمسة شر لكن مش بالطريقة البدنية، وكان بيقدر يغير حركته في لحظة. ما كانش اسرع من معظم لاعيبه ليفربول، لكنه كان بيقدر يغير في سرعته وهي كانت كويسه جدا بالفعل. خطواته كانت طويله ومن غير اي انذار هتلاقيه جري وعداك، لكن اعتقد انه ما كانش بيبقى في افضل احواله لو كانت الامور ضده يعني. كان سهل شويه انك تخرجه من الماتش، وردات فعله ساعات كانت بتبقى تافهه، يمكن لانه كان متدلع في اتلتيكو مدريد، لانه كان الولد الذهبي هناك لوقت طويل، وكان الكابتن هناك وهو سنه 21 سنة. توريس لياقته البدنية كانت عظيمة، طول وعرض، مهاجم عظيم، وكان أفضل مهاجم في ليفربول من وقت ما كان عندهم مايكل أوين أو فاولر. نجم تاني طبعا وهو ستيفن جيرارد، واللي ما كانش دايما بيعمل ماتشات كويسة قصادنا على فكرة، لكنه كان قادر يكسب ماتشات بنفسه عادي. بقينا اهتمامنا بيه زي ما عملوا تشيلسي لأننا حسينا إنه عايز يمشي من الأنفيلد، لكن اعتقد ان تأثير الناس اللي بره النادي عليه كان قوي، وهم اللي وقفوا في طريق الصفقة دي. انتقاله لتشيلسي كان شبه اكيد، وكان في سؤال محيرني، هو ليه بينيتز مش بيثق في جيرارد كلاعب خط وسط؟ الحاجة الوحيدة اللي انا متأكد منها ان في السنين اللي جاية لو بنلعب ليفربول اي حد في خط وسطهم لو خد الكرة في الغالب مش هيقدر يعمل حاجة، لكن لو كان جيرارد هناك وخدها
كنت عارف ان عنده الرؤية ويقدر فعلا يهاجم ويأذيك. عمري ما فهمت فكرة انه ساعات كان بيتجاهل يلعبوا في نص الملعب في موسم 2008-2009 لما خلصوا الموسم في المركز الثاني ب 86 نقطة. كان عندهم ألونسو علشان يباصي وجيرارد قدام ورا توريس. فايدة تانية كانت لينا وهي انهم وقفوا او قللوا يصعدوا لعيبة من الأكاديمية عندهم، وبسبب ده انضم لينا مايكل اوين وهو عنده 12 سنة. قعد معانا شوية وبعدها راح مع منتخب انجلترا للشباب في نهائيات ماليزيا، وكان معاه روني. لما رجعوا اديتهم اجازة شهر، لكن مايكل اوين رجع للفريق الاول في ليفربول من غير ما ياخد راحة. مايكل كلاعب كرة في السنين اللي قضاها معانا كان ممتاز في اوضة اللبس، كان ولد كويس جدا الصراحة. اعتقد ان قلة الراحة والتطور التقني في سنينه الاولى كانوا ضده، لكن انا غلطت لما ما جبتوش من الاول، لكن ما كانش فيه اي فرصة لينا علشان يجي لليونايتد على طول من ليفربول. لكن لما كان ماشي من الريال هنا كان لازم نتدخل فعلا. كان شاب رائع ومن ضمن لاعيبة ليفربول اللي سببوا لينا مشاكل. رغم كل تحفظاتي عنه كشخص وكمدرب، لكن بينيتز قدر يقنع لاعيبة كتير يشتغلوا معاه بجد كبير. علشان كده اعتقد ان عنده شيء من الجودة الملهمة، ايا كان بقى بيقنعهم بالخوف او احترام ولا براعة منه، لكن مش هتلاقي اي فريق او اي لاعب معاه كان بيستسلم ابدا، وده كان شيء يستحق الاشادة. ليه ما حققش النجاح المتوقع منه في انفيلد؟ في رأيي بينيتز كان بيميل للدفاع اكتر وقتل المباراة بدل الفوز بيها. مش هتقدر تبقى ناجح قوي في الايام الحالية بالطريقة دي. جوزيه مورينيو كان اذكى بكتير في تعامله مع اللعيبة وعنده شخصية كمان. لو شفت جوزيه ورافا واقفين مع بعض على نفس خط التماس، انت عارف انك هتقدر تختار مين اللي هيكسب الماتش. لكن انت برضو لازم تحترم الفريق الليفربولي دايما، لانه كان فريق صعب تكسبه ولانه فايز بالابطال. بينيتس كان محظوظ لكني انا كمان كنت محظوظ اوقات. فكرته لما بيقف على الخط دايما هيحاول يدي تعليمات، لكني بشك ان اللعيبه كانوا دايما بيسمعوا تعليماته او بيشوفوه. مفيش حد هيقدر يفهم كل الايماءات دي. لكن مورينيو في ماتشات تشيلسي او انتر كنت بتلاحظ ان لعيبته بيجروا ناحيته كانهم بيسالوه، كانوا دايما مركزين معاه ومع حركاته. هتحتاج مدرب قوي، ده مهم جدا. بينيتس قوي وهو مؤمن في نفسه جدا وكمان عنيد، مش بيهتم المنتقديه وبيعمل كده كتير. لكنه فاز بالابطال ضد الميلان في اسطنبول 2005 وكان بيقدم ده كحماية من كل منتقديه. لما تقدم الميلان في النتيجة 3-0 بعد نهاية الشوط الاول في الماتش ده، في كلام بيتقال ان جزء كبير من لاعيبة الميلان كانوا بيحتفلوا بين الشوطين وبدأوا يلبسوا التيشيرتات التذكارية وبيتنططوا هنا وهناك. اتقال لي كمان ان باولو مالديني وجينارو جاتوزو كانوا هيتجننوا وبيصرخوا في وش زمايلهم علشان ما يفتكروش ان الماتش انتهى. كسب الليفر الكاس في الليلة دي بعد ما قدموا عرض عظيم. كيني داجليش بعد الفترة القصيرة اللي في الأول اللي قضاها في أنفيلد ادى روي هوكسون الوظيفة لكيني تاني في ليفربول علشان يرجع كيني داجليش ويجرب تاني ويواجهوا فترة تانية من إعادة بناء الفريق. وشوية تعاقدات في فترة كيني سببت ليا أرق بالليل. راقبنا جوردان هندرسون كتير وستيف بروس كان متحمس جدا علشان نجيبه، لكننا لاحظنا ان جرية هندرسون غريبة شوية وكمان بيجري وظهره مستقيم عكس اللاعب العصري اللي بيجري بطريقة مختلفة. افتكرنا بشكل ما ان مشيته دي هتسبب له مشاكل قدام في مسيرته. سواريز معاهم ما كانش سريع برجليه، لكنه كان سريع بعقله، ومع شوية صفقات تانية وشوية لعيبة جابهم كيني من الأكاديمية كانوا مميزين وخدموه كويس قوي. زي مثلا جاي سبيرينج كان الأفضل، مفيش شك في ده. مشاكس، سريع، قائد. كنت هتقدر تلاحظ ان في حاجة مميزة. كان كويس في خط النص لكن ما طولش هناك، واعتقد بسبب لياقته اللي ما اسعفتوش في الدور ده. كسب كيني كاس الرابطة واكيد وصل لنهائي كاس الاتحاد الانجليزي، لكن لما سمعت ان هو والمساعد بتاعه ستيف كلارك ملك النادي استدعاهم علشان يقابلهم في بوسطن، هنا انا خفت عليهم من الأسوأ، لاني ما اعتقدش ان قميص الاحتجاج او الدفاع عن سواريز في قصته مع باتريس إفرا ساعد كيني. كمدرب فانت راسك ممكن ينزل كتير اوقات، خصوصا لو اللاعب عظيم. لو اللاعب احتياطي بدل سواريز، تفتكر كيني كان هيعمل كل ده علشان يدافع عنه؟ افتتاحيات النيويورك تايمز وبوستن جلوب عن الاحداث اللي جت بعد موضوع إفرا وسواريز اللي ما سلموش على بعض بينت الطريقة اللي النقاش هيمشي بيها. مشكلة كيني في رأيي ان في كتير من اللاعيبة الشباب في النادي كانوا بيقدسوه. المدرب اللي جاي انا شخصيا استغربت انهم وظفوه.
كان مدرب شاب. براندن روجرز كان 39 سنة، والغلطة اللي عملتها إدارة ليفربول في أول أسابيع روجرز إنهم نشروا فيلم وثائقي اللي بيظهر فيه كل كواليس اللعيبة في النادي، أكنك هتسلط ضوء كبير وضغط رهيب على شاب صغير في السن. أعتقد الموضوع بيبقى صعب وسيء كمان على حسب علمي، فأعتقد إن اللعيبة كانوا مجبرين إنهم يعملوا المقابلات دي اللي شفناها على التلفزيون. روجرز ادى فرصة للشباب وده كان كويس الصراحة، وخد استجابة معقولة من اللعيبة. أعتقد إنه كان عارف إن عنده بعض اللعيبة اللي تحت المستوى. هندرسون وداونينج كانوا من ضمن اللعيبة اللي كان لازم يثبتوا نفسهم. عموما أعتقد إنك برضو لازم تدي اللعيبة اللي مش بتثق فيهم فرصة إلى حد ما. عداوتنا مع الليفر كانت قوية دايما، لكن ده كان باحترام متبادل. كنت فخور بالنادي اللي منتمي ليه بعد ما بينا احترامنا بعد منشورات اللي حصلت عن هيلسبرا في 2012، اسبوع قوي لليفربول. قبلنا كل حاجة طلبوها علشان نحيي الذكرى، وهم بدورهم استضافونا بكل تقدير وجهد. قلت لعيبتي يومها محدش فيكم يحتفل بأي طريقة استفزازية بعد ما نسجل، ولو حد عمل تاكل على أي لاعب من ليفربول روح وساعده يقوم. قبل صفارة البداية ظهر بوبي تشارلتون وهو ماسك إكليل علشان يقدمه لأين رش اللي حطه على النصب التذكاري الخاص بهيلسبرا هناك عند بوابة شانكلي، والإكليل كان فيه 96 وردة، واحدة لكل مشجع ليفربولي اتوفى في هيلسبرا. في الأصل كانوا عايزيني أنا وأين رش اللي نعمل المراسم دي، لكني أعتقد إن بوبي كان اختيار موفق أكتر، وعدى اليوم بسلام. علشان يرجع ليفربول لمستوانا احنا ومانشستر سيتي كانوا محتاجين كتير من الاستثمار، وكان الملعب سبب تاني في بطئهم. ملاك النادي الامريكيين قرروا انهم يجددوا ملعب الفونوي بارك، ملعب بوستن ريد سوكس، بدل من انهم يبنوا ملعب جديد لليفربول. علشان تبني ملعب جديد النهارده انت محتاج اكتر من 700 مليون استرليني. الانفيلد حتى ما طورش اوضه اللبس هناك، هي من 20 سنه فاتت. قراءتي لفريقهم فهم هيحتاجوا 8 لعيبة علشان يقدروا يوصلوا للمعيار اللي ينافسوا فيه على الدوري. كمدرب انت لو غلطت في فترة الانتقالات هتلاقي نفسك في الاخر بتتخلص من اللعيبة دي بمبالغ قليلة جدا. وفي الوقت اللي كان بيستقر فيه براندن روجرز كمدرب جديد في ليفربول، انا ورافا ما خلصناش من صراعنا. رجع تاني للكرة الانجليزية كمدرب مؤقت لتشيلسي في خريف 2012 بعد ما طردوا ديماتيو اللي فاز بدوري الأبطال في مايو. في مؤتمر صحفي ليا لليونايتد بعد وصول بينيتز بفترة قصيرة قلت انه دايما محظوظ لانه بيجي ياخد الفريق جاهز. حسيت اننا لازم نحطه في مكانه الحقيقي. تمام، كسب الدوري الاسباني ب51 جول في 2001-2002 وباين انه موهوب، لكني حسيت انك صعب تعرف تتفرج عليه في ليفربول لما كان مدرب هناك. هتحس انهم حقيقي مملين، واتفاجئت لما تشيلسي جابوه. لو هتقارن بينيتز مع ديماتيو هتلاقي بطولتين دوري مع فالنسيا وكاس اوروبي وكاس اتحاد انجليزي مع ليفربول في 6 مواسم. كسب ديماتيو كاس الاتحاد الانجليزي ودوري الابطال، بس ممكن تقعد تقارن براحتك، لكن هقولها تاني، رافا كان محظوظ. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للجزء ده. اتمنى يكون عجبكم، طبعا دي اهم حاجة. لايك في ايدك وانت خارج. سلام.